السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد. اسمي قموثيث من نبينا صلى الله عليه وسلم يغلي ديون طلامن اشتداث في المدينة النبوية، حزنون الصحابة ذي ضرب فلسن، ولا شك في ذلك. تخسين يوث انتفث وبكر الصديق ذي ضرب فلاس اسمي يكشم وخا من النبي صلى الله عليه وسلم باش كاد يتحقق انه هل أين قد قارن أنه النبي صلى الله عليه وسلم يموتنا خطير اسمغني ثوفا يموت حقيقة. ولد أبو بكر الصديق رضي الله عنه كذلك حزن، ولكن الجاد يوث المقولة المشهورة إلاني ودد نذكر زيس أي ثمثنا في كل رمضان، وهو أنه يجاد المقولة المشهورة ندغي سنين نغيم دوكاليس: إن محمدا قد مات، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولهذا غد نغي ويثمثنا أثن رمطان على الأبواب، قيم ناس نشراو السكن قال خير لهنا، فوين يقع عبدنا رمضان أثن رمضان خلاص قريبا ذي روح. أما وين يقع عبدنا رب العالمين، رب العالمين يثمن ويتم ستارة ربي وري لا رق رمضان كان ربي إلا قل شهور مرة، رب الشهور بأكملها. ولهذا غد نفك الوصية من نبينا صلى الله عليه وسلم يويثمثنا، وهي وصية إفكيس عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. فغني يسي عبد الله بن عمرو: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ولهذا قدرني ويثمثنا وتسيدي مثال غمشرا العباد يستنتصل لي ثنا قرق رمضان هذه فكر رمضان هذه تصل لي السن الجامعة أنا قرق رمضان نوالا غيثمان الخير رمضان الله يبارك، ونقرد أنه رمضان يتساود الخير الله يبارك، وذي الحاجة يقص فرحة مرن ولا ثيثمان الجامعة يتشور، والجامعة يثمان يشبحس المصلين، الجماعة يشبحس ضيوف الرحمن، ما يلاغي وساد الإمام مانيس الظلمانيس وليشبح رغم الجماعة يوني وسيث ما غد اسم كثير مسلايون ومثل إيماثنا غكايا قال وقت الكورونا أخي عافين ربي وردي ربي وسانني نوالا غيث ما اسمي إلا الجوامع ذي وفرغن كنين نعلم نسحوس نعلم ذا يثم ذا شو قلان ندق الجوامعين ضوير إن يديوني مثلنا أثيت اسم كثير إنك الشيخ وقيل تستعفى قال وقت الجوامع بلا ناس والله بالعكس الجوامع يشبح زيون ناس نكنير أزوحورين قزينا أدنى سندن ونظل ذا ناس تعرف شو ذا الفرق أنه ولا شيكم مشين ويكان، الفرق أنه تخص مشين ويكان، الفرق أنه الجوامع مرة ذيلين تشورن الجوامع مرة ذيلين الفرغون ذي الفرق مقر.
ولهذا غيثمان الجوامع الشبحان ضيوف الرحمن. ولهذا الله رب العالمين يتباهى، يفرح رب العالمين، يتزخ رب العالمين اسم ردس الضيوف ينس، يتباهى بهم عند الملائكة. ولهذا غدنيني ويثمثنو ما إلا تظل تقرمطان كان يثلا أثنى قلق تغلطت تظل ماشي قرمطان كان إلا ربي وريت وعبد راه قرمطان كان، ربي وستظل راه قرمطان كان. رب رمضان هو رب الشهور، فلا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لا تكون مثل فلان يصدي الزول قرمطان يفك رمطان تروح تظليت. لا تكن مثل فلان إلا يتزلق الجوامع، إلا يتحافظ الصلوات ينسق الجوامع يفك رمطان قسني وردي بيه يقلم ويورن رمطان يتبان رمطان رمطان. فلا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان يزوم رمطان صح، ولكن يجعل رب العالمين محطات عندما العبد يزداد فيه إيمانه، عندما العبد ذي تشار أذي عمر الإيمان ينس. لا تكن مثل فلان اسم القرآن أنا قرقر رمطان يفك رمطان يجي قراءة القرآن، اهجر القرآن السرسيت قباب ليتك ينس قسني وثي مسارة وثي التشارة بالك حاشا ماذا لحق رمطان. لا تكن مثل فلان إلا يتقيم الليل يفك رمطان قسني غوريسين شو قيام الليل. نعم نعلم يثمى أنه شهر رمضان يسعى ميزة خاصة، يسعى الميزة خاصة يتساوي ديس النفحات، يتساوي ديس الخضم قران. ولهذا نعم الإنسان هذه بروفيتين شهرين وماكسيمو، ولكن لا يعني أنه غدنيني العبد مرة غادي لحقات قشوشت شهر رمضان أنه غادي قيمك بعد رمضان. مستحيل العبد يثمى اسمر ذي خمليزي فورينس رمضان من قيام وقراءة القرآن غادي يختم بريد سين 3 وغادي حفظ الصلوات ينس والإطعام والصدقة أنه غادي يقيم بعد رمضان، لأنه يتنافس في شهر رمضان. ولكن لا يعني كذلك في المقابل أنه بعد رمضان راح ننسلخ كليا. ولهذا حنظلة رضي الله عنه يستدغر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نافق حنظلة، ويضا صحابي أغير ضربي في اللاس تعيش وحيد النبي وين راضي عاشن وحيد النبي ويك غادي عاشن تفير النبي بقرون ماشي كيف فغنيس يا رسول الله إناس قلغ ذا المنافق يهضر في العمر إناس فنقلغ ذا المنافق إناس مش إناس يا رسول الله ما راني لي ذيش الجماعة تحكوا تاخذ في الجنة تهضر تاخذ في الجنة تهضر تاخذ شو دي تهيين رب العالمين إيما ولا نيس تسخوف تاخذ كثمس انتظل غير ذفيريش انتظل ذيش يتالي يغل الإيمان. والله ما كان الجنة نزاري تكا نتوالي تويا على نغزات نغاكا إناس يتالي يغل الإيمان. إناس مجرد نفغزيش أنقل ثروة النغ أنقل الخدمة النغ نسهوي كي الآخر تشيغ الدوني يتوالوا أنه كيشتغل وهذا النفاق، لأنه الإيمان يثمان قول وعمل واعتقاد في القلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أكمل الإيمان يتالي الطاعة ينقص المعصية، أكن يتغرب رب العالمين أكن رضي يتالي الإيمانيين، أكن يتبعيد رب العالمين أكن رضي ضعف الإيمانيين. ولكن ده شو سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن يا حنظلة ساعة فساعة إن يسألوا كانت تقيم مكني لصفحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة فساعة، بمعنى أنه بعد رمضان
بعد رمضان أنه الإنسان يريد تجارة قيام الليل مطلقا، ماشي كاين اللي يتقيم كاع رمضان لكن راه يقيم بعد رمضان، ولكن تجارة قيام الليل ماشي معناتها يفوك شهر الصيام أنه يفوك الصوم، وريد فوك راه الصوم يتما، لا ينتهي الصيام، إن انتهى رمضان لا ينتهي الصيام. ولهذا يجعل رب العالمين يتما محطات يقف فيها الإنسان ليزداد فيها إيمانه. أذان، نعم بعد الأذان يتما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. إذا نغدي يتما أنه أصحابي غادي يضرب في الناس وسادش كتايز دين بنا صلى الله عليه وسلم أنه غمشي تعيش الحالة الجو الإيماني اسمه رذيلي وحيد نبي صلى الله عليه وسلم، وغمشي تعيش الحالة نضعف الإيمان نقرأ ضعف الإيمان، ولكن يتوالت أنه يلد نوع من التغير أنه اسمه رذي فرق نبي. ولهذا ذوين ميد الحالة يمسلمن ذوين ميد الحالة أنه صح نتعاش رمضان يتما جو إيماني، رمضان يتزدي تسود الخير تسود الخيرات من تراويح، قراءة القرآن، شهر البركات، شهر الخيرات، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وينادي مناد كل يوم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في كل ليلة ويك المرض الخير يتمع. ولهذا أنه مسلمين حرصا يتنافسون إلى ذلك، وفيها ليلة خير من 1000 شهر. ولكن يتما لا يعني بالمقابل أنه غادي فك رمضان أنه الخير مرة ثنج. ولهذا يتساءل كثير من الناس وين السؤال المطروح، إيواش وين تعيش بعد رمضان الحالة اللي نتعيش رمضان؟ فلماذا يضعف الإيمان بعد رمضان؟ إيواش الإيمان يضعف زدفيرنا رمضان؟ إيواش العباد ضعفهم زدفيرنا رمضان؟ إيواش العباد تعيشنا راه الحالة اللي تعيشين واحد رمضان؟ إيواش إلا قنعلم إيواش غيثما رمضان يثما نكني غيثما فطرويا غاك نسقار نملا بطرين نو بورطابل كل مرة تفابلين دا شو نخدم نتبروشي تا واشو وشارجو توجونا اشارجو ري برونشي. ففي رمضان يثما نلا دائما نبرونشي نروحي ربي، دائما متصلين مع الله. اشارجورني القرآن برونشي، اشارجورني الصيام برونشي، اشارجورني التراويح برونشي، اشارجورني قيام الليل برونشي، اشارجورني الصدقه برونشي، اشارجورني الاطعام برونشي. الله يبارك انشارجي كل جهه، انشارجي الخير كل جهه، انشارجي الصيام، انشارجي القيام، التراويح، قراءه القرآن. فنلا نبرونشي ما يثمن 100%. ولكن جوست كان يفوك رمضان يبدو 16 جور شارجور اثاني 16 جورني القرآن يجي القرآن يهجر القرآن 16 جورني القرآن إلا متسدى الجامعة 16 جورني الجامعة، إلا متقيم الليل 16 جورني قيام الليل، إلا متزمو 16 جورني الصيام، إلا متصدق 16 جورني الصدقة، إلا مستشاي 16 جورني نستشي. اش غادي يطرون مع ذيتما ميتكست لي شارجوري مرة اش غادي يطرون غادي يسحوس العبد ديك العمريس أنو فابل هذه بدون غادي تفرغ أقليك تفرغ تيمانيش. ولهذا نغد الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أكنرى ثرنود الطاعة أكنرى ذرنون الإيمانين وكنرى تذوق حلاوة الإيمان وكنرى تريد تبرونشي توحيد رب العالمين. وما إلا تفضوت كانت تفرغ تيمانيك تكست ذاك الأعمال الخيرية أقليك تفرغ تيمانيك. نعم يثما نسعى جمع التبرعات لفائدة الجمعية الدينية لمسجد أحمد قرية أعفار بلدية خراطة، والله لا يضيع الأجر المحسنين. ولهذا غيثما إفكي يغدر بالعالمين يون المثرق القرآن الكريم، وهو غيثما غادي دينا رب العالمين ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها
من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين لكم الذي اختلفتم فيه إلى آخر الآية. الآية إذا شو معناتها غيثما ثوغيث وإن غيلان بعد رمضان إقلث وغينس من بعد مي لقى رمضان إلا اصطفاه الله عز وجل وحباه الله عز وجل وخيريت وذيلي من بين ضيوف عباد الرحمن النوم إلا العبد لا نفتح رب العالمين في اللاس ورغم التوبة يتوب رب العالمين في اللاس يغلد تظليث يقلد تظليث يتظل وحيد ويت الماس بعد ما يفك رمضان إجا تظليث يقلع العوايد ينس يقلع العوايد نيغي لا نكني لا يخدميت نتكني وقبل رمضان لا شو ذا المثليس وين غيثما إنيك رب العالمين المثليس أم يوث طمطوث مكة المكرمة ثلا تتسدر غالت لا شو تخدم ثلا تطلقش هكا ذا تريكو ناخذ القش ناو نعلم هذا شو تخدم إنيك رب العالمين ولا تكونوا أرتليثا لغم طمطوثية ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا يعني غسمالت الدمكة ثمطوثا كان أتصدق مثلا تريكو فيك نغيك تصدق نسيك كيا عالم دا شو لنا ذا العثابينس أتقيم بالك سمانة غنا عشرية من ساعة تصدق كذا تريكو ناغ تصزر بيغ ناغ الحاجة أسمالت فك الخدمينس من بعد قوة سلعثاب اللي غيث نعتسابي كنين غيث في كذا الجهد ينس مرة تصدد الشيني دا شو تخدم أختي تستفكانك أجيون الخيتك وسستسرح مرة تتسرع زيرو بمعنى ذا شو المعنى سيثمع بمعنى غيني ثنعتساب مرة يروح بوريا في بطل ولهذا العبد يثمى وريد سيلا لغمين يغينا عتساب رمضان قراءة القرآن تراويح قيام صيام يلدي رب العالمين في اللاستي وران الخير يفتح رب العالمين في اللاستي وران توبة من بعد مي فك رمضان يقلاث وغينيس يقلاث يحرمينيس يقلاث الفسادينيس يقلاث وغينيس يعني بمعنى أنه ما قدرنا الله حق قدره وسنفكر رب العالمين القدريس ولهذا غيثما ثينظ الوصية من بيننا صلى الله عليه وسلم يثما رب العالمين يجعل محطات المحطة الأولى اللي يجعل رب العالمين هي شهر رمضان سيام العبد مرض الدمار غيثما الطوموبيل يسعى بريد نسكني غيثما نسعى بريد وبريد النغضة طولا وبريد النغيث ما يتساوي غيث ما غندا عندي غير المبتغى نغيث ما نبغى غيث ما غنلحق الجنة كجعل رب العالمين كيما ولانس أبريد غيث ما يتحوج الخدمة يتحوج استويت ذي ساعة أتصوت ذي شعوين يتحوج استهيد فنسك دايث ما المثل أنه العبد الذي لين مسافر يسعى بريد على برا مرة ذكر الفيكول الطوموبيل مرة ذي الحق الكومباريسونس أمشي راه السيناعة مريض السيناعة اليد البلع إيوا شو لأنه يعلم يسعى بريد وبريد نين بالك لو كان دي غني غومبا بالك وريت سفارة الكومباريسونس بالك يخدم الحساباتيس ولهذا غسيني خميد البلع غادي تفبريد وغادي تسكن ربي ثم بعد ذلك يعلم ان انت محطات اندر غادي عمر اندر غادي تشهر أكيد إلى رمضان يجعل أغضر بالعالمين شهر رمضان محطة عندهم الإنسان أضيع عمر هذه الشهر ديوين الخير أضيع عمر الإيمان ناس ما الذي فكر رمضان ولا سر أضيع عمر العباد سأضيع عمر الإيمان سأضيع الخير مجال يجعل أغضر بالعالمين محطات من المحطات أنذر غتسحب ستة غرنصة يجعل أغضر بالعالمين الصيام الاثنين الخميس ما إلا غنفوك الزوم كاع رمضان وريت فوك انا الزوم طول العام مازال الا الاثنين الخميس مازال يجعل أغضر بالعالمين عرفة مازال يجعل أغضر بالعالمين 19
مجال لا نسان أيام البيض وسان لا نسان يتنرضي الزم العبد محطات كي أدي اسمك ثي رمضان وفي نفس الوقت عبادة من أجل العبادات. ما يلاغي فوق قراءة القرآن. هل يعني قصانية نلاش قراءة القرآن؟ ما زال ذي لقراءة القرآن. ما يلاغي فوق قيام الليل. هل يا ترى قيام الليل فوق طول ولا وذكري ولا ذي الزل ركعتين؟ ما يلاغي فوق كنيس قان رمضان. هل الجوامعية أنا هجريطان؟ هل نجيت من الجوامعية؟ هل تنسسر مرة الجوامع؟ وقس 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 على ذلك. ولهذا ما يثمى رب رمضان هو رب الشهور كلها. فوين غيلا نعبد رمضان ثم بعد رمضان انسلخت سيغذ الخسارة مطرا. ولهذا سئل بشر الحافي رضي الله عنه عن أناس يعبدون الله في رمضان فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فوين يكسن رب العالمين أنا قاقر رمضان وبعد 11 شهور يطلب تدي اسمك ثيرا ويغوري سينا رب العالمين وما قدر الله حق قدره. إذا يثمى رمضان أولا المساجد والله ما يثمى غير يشبح زيون. ثم يثمى تبين لنا بحق أنه أكن الجوامع شهرين رمضان زمرنا شهر بعد رمضان. أكن الجوامع شهرين رمضان زمرنا شهر نستفيرنا رمضان. تبين لنا بحق أكن رمضان نزوم 30 يوم بعد رمضان كذلك نزمر نزوم السن من الخير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ده شو دينا من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وإن راضي الزوم من رمضان ومع أدياس شهر شوال هناك وستتبع 6 أيام من شوال يعني غسنين العيد وريد زمارة العيد بعد ما راضي فك العيد 1 شوال 2 شوال يزمر الإنسان بدون الصيام. ما إلا يبغى نزوم متتابعة 2 3 4 5 6 7 شوال متتابعة ما يبغى تداوي متفرقة. المهم أن يزوم شهر شوال. فوين راضي يزوم 6 أيام من شوال يموس نغار نكنين وسان الصبرين إني كمينيك زومنا سجاس. ولهذا غيثما الإنسان يريد سلالة ممثلين غدين رب العالمين ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم إلى آخر الآية. الإنسان يثمان وريد سلالة غدين رب العالمين في اللسان ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وينك سهل ربي مثلا ماشي ضربيك سهل مثلا يسهل عمريس لأنه ما يلث صهيط ربي ولا ضربي غيكيسهو. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إبي نغدا يثمان رمضان أنه نزمر نخدم ولكن أين راد قيمة في رمضان الإنسان دائما لقدين غيبرونشين غور رب العالمين وكم يدينا رب العالمين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يثبتنا على الطاعات وأن يثبتنا على الإيمان وأن يثبتنا على الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.